النادي الأهلي من فضل الله النهاردة بين العين الحمراء لاتحاد الكورة. قرار النادي الأهلي بمنع لاعبي النادي الأهلي الدوليين من الانضمام لمنتخب مصر أمس في الموعد اللي حدده حسام حسن، وأجبر لاعبيه على الالتزام بالانضمام لمنتخب مصر مع موعد الأجندة الدولية اللي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. يعني لاعبو الأهلي راحوا النهاردة معسكر منتخب مصر في نفس اليوم اللي هينضم فيه محمد صلاح، ينضم فيه تريزيجيه، ينضم عمر مرموش، ينضم مصطفى محمد مع عظماء الكرة المصرية المحترفين في الخارج. الهلفوت اللي ماسك منتخب مصر كان عايز يرجعهم، كان عايز يستغنى عنهم، لكن طبعا عنده ماتشين مع اثيوبيا ومع سيراليون في تصفيات كاس العالم وعايز يكسبهم، وما عندوش بديل للشناوي او مصطفى شوبير، ما يقدرش يعتمد على محمد عواد في ماتشين زي دول. ما عندوش كمان بديل لرامي ربيعه في قلب الدفاع ولا مروان عطيه في ارتكاز الوسط. انما الاهلي بيقول الكره المصريه كلها، بيقول الكره المصريه كلها من يوم ورايح اللي بيني وبينكم لوائح، من يوم ورايح مفيش تنازل خارج اطار القانون وخارج اطار اللوائح، مفيش طاعه لاتحاد الكره الا باللوائح، ومن يوم وجاي وانتوا هتشوفوا هذا الموضوع. طبعا كل الكلام اللي بيتقاله وبتسمعوه وبتقروه ان في ضغوط على مجلس اداره الاهلي، ده كلام صحيح 100%، لكن ورغم الضغوط مش قليله، لكن الاهلي عنده رجال بقياده محمود الخطيب، رجال متمسكون بموقفهم، بعداله موقف الاهلي، ومصممون على حصول الأهلي على حقه كاملا جوه مصر وبره مصر. أي كلام اتقال ضد إدارة الأهلي أو لتشويه إدارة الأهلي عن مشاركة الأهلي في مسابقة كأس الرابطة أو كأس العاصمة بمباراة الخميس ضد إنبي، ده كلام يعتبر غباء. اللي بيقول الكلام ده غبي ومضلل، لأن الأهلي أساساً بيشترك في كأس الرابطة وهو عارف إنه مش هيكملها. الأهلي داخل كأس الرابطة وهو عارف إنه مش هيكملها، لأن نهائيات كأس الرابطة هتبقى في يونيو، والأهلي في يونيو في الولايات المتحدة. يبقى أساساً الأهلي ما عندوش طموح في كأس الرابطة، والأهلي عارف إنه مش هيكمل كأس الرابطة. لكن الأهلي بيشترك في المسابقة دي علشان ياخد مباريات مجانية لتأهيل لاعبيه اللي كانوا بعاد جدا عن المباريات. فرصة مجانية للأهلي. بالنسبة للغرامة اللي عدد كبير من الإعلاميين الفاسدين، خدوا بالكم من كلمة الفاسدين دي، عمالين يلوحوا بيها إن في غرامة على الأهلي 200 مليون 220 مليون تسديد ديون مصر، الكلام الفارغ ده لمجرد الانسحاب من المباراة. طبعا كلكم عارفين إن الزمالك انسحب أمام الأهلي 3 مرات في السنين اللي فاتت، آخرهم السنة اللي فاتت بس، وما دفعش جنيه واحد غرامة، جنيه ولا جنيه الزمالك دفعه غرامة. الأهلي أساسا لما الزمالك انسحب السنة اللي فاتت كان الأهلي صاحب الماتش، سبحان الله الأهلي خسر في الماتش ده خسارة مباشرة أكتر من 70 مليون جنيه من ماتش واحد، لأن الأهلي عنده دعاية ورعاية وإعلانات أكتر كتير من الزمالك وأكتر كتير من اتحاد الكورة. ماتش الزمالك والأهلي ما بيجيب لهمش أكتر من 10 مليون، ماتش الأهلي بيجيب لهم حاجة و60 مليون ما شاء الله. إنما السؤال هنا بقى، تعالوا قولوا انتوا هتغرموا الأهلي 200 مليون. تعالوا، الدوري فيه كم ماتش؟ الدوري 25 مرحلة، كل مرحلة 9 ماتشات، اضرب عديت ال 200 ماتش. طب لما انت بتاخد في الماتش 200 مليون جنيه وعندك 200 ماتش يعني انت مكاسبك بعشرات المليارات. اللي بياخد الدوري بياخد كام؟